ايه اللي حصل لمستر بيست بعد ما دخل الهرم، وايه موضوع لعنة الفراعنة اللي اتكلموا عليها وهم واقفين جوه وخافوا انها تحصل لهم، وازاي دخلوا مقبرة اوزوريس وبعد ما دخل واحد منهم اتعلق جوه، وايه كمية المية اللي لقوها جوه المقبرة دي ونزلوا تحتها عشان يبقى اول ناس يشوفوا اللي هم شافوه ده، وايه حكاية الحجرة اللي موجودة تحت ابو الهول اللي دخلها مستر بيست نفسه، وليه المرشد السياحي اللي معاهم نبه عليهم كويس قوي وقال لهم اوعوا تلمسوا اي جدار من الجدران اللي موجودة حواليكم، وايه حكايه الجماجم اللي هم لقوها قدامهم. في الفيديو ده هنكتشف حاجات كتيره قوي حصلت لمستر بيست جوه الهرم بعد ما دخل جواه هو والفريق بتاعه. بس لو لسه ما عملتش فولو لحد دلوقتي اعمل فولو بسرعه او سبسكرايب، واوعى تنسى طبعا اللايكات عشان هتشوف حاجات كتير قوي الفتره اللي جايه. من ايام قليله سمعنا انه مستر بيست هيدخل الهرم وهيأجره، والناس كلها طلعت وقالت ازاي يأجر الهرم، بس الحقيقه اللي ما كناش شايفينها هو هيعمل ايه جوه الهرم، وده كان الجزء الاهم في الموضوع ده. وساعتها اتكلمنا ان مستر بيست هو اكبر انفلونسر على مستوى العالم كله، يعني اكتر واحد بيعمل فيديوهات الناس في العالم كله بتشوفها. وفعلا مستر بيست جه مصر وبدا يشتغل في الفيديو هو والفريق بتاعه، وده طبعا كان بمساعده الحكومه المصريه، وده كان اهم جزء في الموضوع. بس ايه اللي حصل في ال100 ساعه اللي دخلهم مستر بيست جوه الهرم؟ يعني حوالي 4 ايام مقضيهم تماما جوه الهرم، بيعمل كل حاجه ممكنه وبيستغل كل وقت ليه جوه الهرم عشان يعمل احسن فيديو هنعرف تفاصيله في الفيديو ده. بدأت رحلة مستر بيست هو والفريق بتاعه بانه دخل جوه منطقة الاهرامات بعد ما خد الاذن من المسؤولين عن المنطقة، وطبعا كان معاه مرشدين سياحيين مصريين بيشرحوا له كل حاجة وكل سؤال هو عايز يسأله، وكل ده متصور صوت وصورة. بدأوا الرحلة بتاعتهم باكتشاف اكبر الحاجات الغامضة في منطقة الاهرامات، وهو الهرم خوفو، الهرم اللي عليه جدال كبير جدا في انه مقبرة ولا مش مقبرة. وطبعا لحد اللحظة دي لسه علماء الاثار بيدوروا على حجرة الدفن اللي مدفون فيها الملك خوفو نفسه. وبدأ الفريق بتاع مستر بيست ومستر بيست نفسه يدخل جوه الهرم بمساعده بعض المرشدين السياحيين اللي مسؤولين عن الرحله بتاعتهم، وفعلا دخلوا الهرم ودخلوا الانفاق بتاعته واكتشفوا الممرات الغريبه والضيقه جدا ودخلوا جواها لحد ما وصلوا للغرفه اللي كانوا بيتوقعوا في الاول انها غرفه دفن الملك خوفو، بس لحد اللحظه دي محدش لقى اي موميا للملك خوفو تماما، وعشان كده بداوا يشكوا انه في حجرات تانية موجوده، وفعلا لقوا حجرات تانية في خلال الرحله بتاعتهم. وطبعا الحجرات دي كانت مكتشفه من قبل كده بس مستر بيست كان لازم يصور فيها. وبعد 14 ساعه قضوها جوه الهرم الاكبر هرم الملك خوفو، نزلوا عملوا خيام قدام الاهرامات ونوروا منطقه الاهرامات بشكل بجد مثير للاهتمام قصاد العالم كله ان هو يشوف المنطقه دي بالانوار دي وبالشكل ده. ودي كانت البدايه في رحلتهم. اما اللي جاي فكان اكبر بكتير. اتكلم مستر بيست عن الكلام الكتير اللي حوالين الاهرامات ومين اللي بناه، وطبعا في حضارات كتير بتتمنى انها تسرق حاجه زي كده وتقول ان هي اللي بنته زي ما احنا عارفين، لكن مستر بيست في اول حلقه سال سؤال وقال يا ترى مين اللي بنى الاهرامات؟ هل هي فعلا كائنات فضائيه زي ما بيتقال، ولا المصريين نفسهم، ولا ناس تانية غير المصريين؟ وفي اخر الفيديو هنعرف اجابه مستر بيست على السؤال ده. وبدا يكتشف التواريخ اللي موجوده على الجدران وقد ايه كميه الحفر والرسومات اللي موجوده بدقه شديده جدا، هي صعب انها تكون من خلال اي حد تاني غير اللي عايشين في المكان ده. ولما دخلوا عند التابوت اللي كان متوقع فيه من زمان انه مدفون فيه الملك خوفو نفسه، مستر بيست قال انه ينفع ان هو ينام مكان الموميا دي ولا ده هيبقى قله احترام. رد عليه المرشد السياحي رامي وقال له هو الموضوع مش في قله الاحترام، بس الموضوع في اللعنه. فكل الفريق بص وقال له لعنه ايه؟ هو فعلا في لعنه فراعنه؟ رامي قال له ده حسب الاساطير اللي موجوده. فسال واحد منهم يا ترى عايز تجرب؟ رد عليه وقال له لا انا ما احبش اجرب. وكملوا رحلتهم في طريقهم لمقبره اوزوريس، المقبره اللي عليها برضو جدل كبير. بداوا يدخلوا جوه المقبره علشان يشوفوا ممرات ضيقه جدا كانوا ماشيين فيها بصعوبه وبزحف كبير جدا، وواحد منهم قال لهم انا هدخل جوه الممر ده كاول انسان بشري يدخل جوه الممر ده، وفعلا حاول يعمل كده. وبعد ما دخلوا بيصور بالكاميرا بتاعته قال لهم ان هو متعلق في المكان ده، لكن خرج تاني وقدروا ان هم ينزلوا لحد ما لقوا المنطقه اللي فيها ميه. نزلوا جوه الميه دي علشان يشوفوا مقبره اوزوريس اللي موجوده تحت الميه، وتحت الميه دي موجود التابوت الحجري للاله اوزوريس. وبعد 42 ساعه نزلوا شويه عشان يلعبوا مع الجمال ويكتشفوا منطقه الاهرامات بركبهم فوق الجمال. وبعد كده راحوا ناحيه هرم منقرع اللي بداوا يشوفوه من بره الاول، وواحد من الفريق ده حاول ان هو يطلع فوق الهرم، وطبعا كان معاهم في الوقت ده مدير منطقه هضبه الاهرامات. بس اول ما لقى واحد من الفريق بتاعهم بدا يطلع فوق الهرم قال له انزل تحت حالا. وفعلا بداوا يدخلوا جوه هرم منقرع عشان يكتشفوا برضه الممرات الضيقه اللي موجوده جوه الهرم بتصوير كامل منهم.
مكانهم. وقدام هرم منقرع كان فيه 3 اهرامات صغيرين، كوين بيراميدز او زوجات الملك منقرع، اللي كان بنى لهم 3 اهرامات قدام الهرم بتاعه. وعلى سبيل الهزار يعني كانوا بيعرضوا واحده منهم لواحد من الفريق بتاع مستر بيست. ونيجي للنقطه الاهم في الحلقه، وهو الجزء بتاع ابو الهول، اللي طبعا قالوا فيه ان في غرفه سريه موجوده تحت ابو الهول. بس مع دكتور زاهي حواس قدر مستر بيست ان هو يفتح الغرفه وينزل تحتها ويكتشف كل اللي موجود فيها، وهي غرفه ضيقه جدا. وكان بيقال زمان ولحد اللحظه دي ما حدش اكتشف الموضوع ده، انه في عالم تاني تحت ابو الهول، في مدينه كامله فيها كنوز كبيره جدا بس ما حدش لسه اكتشفها. ولما مستر بيست دخل هو ودكتور زاهي حواس، بداوا يدفنوا رساله ويدفنوها تحت ابو الهول، على اساس ان بعد مئات السنين لما يجي حد تاني يبدا يكتشف الرساله دي ويعرف برضه ان المصريين كتبوها في عصر مختلف. وبعد كده دخلوا مقبره إيميري، المقبرة اللي نبههم ساعتها المرشد السياحي انه ما ينفعش اي حد يلمس اي جدار من الجدران بتاعتها نهائي. وطبعا بعد ما دخلوا المقبرة اكتشفوا هم ليه ما ينفعش يلمسوها، وده لان عليها رسومات اثرية بالوان جميلة جدا بتشرح حياة المصريين القدماء وازاي كانت حياتهم اليومية بتمشي، طرق كتيرة في الصناعات اللي كانوا بيصنعوها ايام القدماء المصريين، وعشان كده هي حاجات اثرية ما ينفعش حد يلمسها تماما، وده للحفاظ عليها طبعا. وطبعا رغم المرشد السياحي وضح لهم ان دخولها اصلا غير قانوني تماما. وبعد 80 ساعة وهم بيكتشفوا المكان راحوا منطقة المقابر اللي كان مدفون فيها العمال اللي بنوا الاهرامات. حسب كلام دكتور زاهي حواس انه بعد اكتشاف بعض المومياوات في المكان ده اكتشفوا ان كان في مشكلة عندهم في ظهرهم، وعشان كده عرفوا ان دول العمال اللي بنوا الاهرامات. وهم بيستكشفوا اكتشفوا جمجمة من ضمن الجماجم اللي موجودة في المكان ده. وساعتها مستر بيست سأل دكتور زاهي حواس هو مش انت اللي حطيت الجمجمة دي؟ قال له تماما، دي منطقة مليانة جماجم ومليانة بالاثار بتاعة المومياوات بتوع العمال اللي بنوا الاهرامات. وبعدها بدأوا طريقهم لأدنى نقطة في الهرم وأعلى نقطة في الهرم، وفضلوا يدخلوا جوه ممرات وأماكن ضيقة جدا علشان يوصلوا لأعلى نقطة في الهرم، ويبقوا من أول 50 شخص قدروا يطلعوا لأعلى نقطة في الهرم، ومحدش قدر يعمل الموضوع ده غير ال 50 شخص دول. وبدأوا يكتشفوا الكتابات اللي موجودة في طريقهم، وطبعا بتأكد إن القدماء المصريين هم بناة الأهرامات. وده كان رد مستر بيست على الأساطير الكتيرة اللي موجودة وعلى محاولة سرقة الحضارة المصرية من شعوب تانية، واللي بتقول دايما إن الحضارة دي بتاعتهم هم مش بتاعتنا إحنا، وبعض الأساطير اللي بتقول إن الكائنات الفضائية هي اللي بنت الأهرامات. وكان تأكيد صريح للعالم كله إن بناة الأهرامات الحقيقيين هم القدماء المصريين، لأن مصر فيها أكتر من 124 هرم، ومش كل ما يحتاجوا يبنوا هرم هيروحوا ينادوا كائنات فضائية عشان تيجي تبني لهم الأهرامات دي، ده لو كان في تواصل بينهم وبين الكائنات الفضائية زي ما بعض الأساطير بتقول. وطبعا بكل الكتابات وكل الحضارة اللي بتثبت فعلا إن القدماء المصريين هم بناة الأهرامات، كان ده بمثابة تأكيد للعالم كله على إن الحضارة المصرية هي حضارة أصيلة تم بنائها من القدماء المصريين نفسهم. يعني المصريين بنوا أهراماتهم، مش ناس ولا شعوب تانية جاية النهارده تقول انها حضارتهم هم. وطبعا مستر بيست في الاخر شكر الحكومة المصرية وشكر المسؤولين عن منطقة الاهرامات وان هم سمحوا له ان هو يصور فيديو زي ده، واثبت ان الحضارة المصرية هي حضارة تم بنائها من المصريين نفسهم. وانا هنا بعتبر ان ده ذكاء على مستوى العالم كله، لان حلقة مستر بيست شافها 60 مليون واحد في وقت تصوير الحلقة دي، ولسه طبعا المشاهدات شغالة. يعني العالم كله بيشوف الحضارة المصرية وبيتأكد مليون في المية انها تم بنائها من القدماء المصريين نفسهم. وطبعا مفيش لعب كده ولا كده في موضوع انه في حد تاني بنى الحضاره المصريه القديمه. انا عادل مجدي، شير كتير جدا للفيديو ده عشان زي ما العالم كله بيشوف الفيديو التاني، احنا كمان والعالم كله يتاكد ان الحضاره المصريه حضاره مصريه 100% تم بنائها بايد القدماء المصريين. مستني رايك تقول لي هل انت كنت مع ولا ضد انه مستر بيست يصور جوه الاهرامات وياخد الاذونات دي كلها؟ وقول لي رايك ليه احنا كانفلونسر مصريين ما نعملش حاجه زي كده ونكتشف الاهرامات، وشجعوني في الكومنتات وقولوا لي رايكم في الموضوع ده.